السلام عليكم، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. رمضان مبارك سعيد. اليوم بغيت نصايب واحد الكيكه اللي اقتصاديه بزاف، غير بيضه وحده. كذلك الكريمه هي اقتصاديه، يعني غير مكلفه وتصلح لنا كتحليه في رمضان، يعني نديروها كشكل تحليه. بالنسبه للمقادير، غناخذ واحد البيضه وواحد شويه ديال الملحه، ضروري من الملح باش كنعدلو هكا الذوق. غندير تقريبا 5 د المعالق ديال سنيده و5 د المعالق ديال الزيت صافي. وغادي ندير نبدا نخلط هكا بالطراب اليدوي اولا الكهربائي، يعني اي واحد شنو كيفضل. غندير ساشي ديال الفاني ونص كاس ديال الحليب. بالنسبه للدقيق راني كندير الدقيق على حسب الخليط، يعني كنخلي الخليط يكون شويه خفيف، ما يكونش ثقيل بزاف باش كتجي ديك الكيكه خفيفه. صافي. وغادي ندير هنايا واحد الطانون ديال بالنكهه ديال البنان، كيعطيو واحد النكهه اللي زوينه بزاف. شتي غير البنات، غير ديك الكيكه بوحديتها، ديك لا جينواز بوحدها كتكون بنينه، يعني من غير الكريمه اللي بغى يعتمدها زوينه. هي ما كتجيش طبقه اللي كبيره لحقاش فيها غير بيضه وحده. بالنسبه اللي بغى تكون هكا الكيكه عاليه يدير 4 د البيضات اولا 3. انا بالنسبه لحيت غندير فوق منها طبقه اخرى، داكشي باش درت غير بيضه وحده، باش كتجي واحد الطبقه اللي رقيقه، ما كتجيش غليظه بزاف. صافي. من بعد ما ضفت الحليب صافي غادي نبدا نخلط. درت طانون ديال البنان وغادي ندير واحد الخماره ديال خماره حمراء، وزن 8 غرام. وغنبدا ندير الدقيق حتى كنحصل على الخليط هنا كيف ما كيبان في الفيديو، ما يكونش ثقيل بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش خفيف. ندير واحد شويه ديال الخل، راه غير يمكن ما تشدش ليا المقطع فاش درت الخل. درت تقريبا نقيطه ديال الخل، معلقه صغيره هكاك باش كتعطينا داك القوام ديال الكيك كيجي خفيف. صافي. هذا هو القوام ديال الكيك كيف ما موضح في الفيديو، ما كيكونش ثقيل بزاف. من بعد ما دهنت المول ديالي بالزبده والدقيق صافي غندير الخليط. راه دغيا كطيب، ما كتاخذش الوقت بزاف، يعني ماكسيموم 20 دقيقه كطيب. المهم كنحضيو معاه هكا، انا كنخليها حتى كتبدا تحمر من الفوق عاد باش كنهبطها لتحت وكنخليها تكمل التحمار ديالها. صافي. هنا من بعد ما طابت غنخليها هنا على جنب. من الاحسن تخليو هاد الكيكه حتى كتبرد مزيان. انا راه كنت درتها بالليل حتى الغد اللي عاد وجدت الكريمه. اللي باغي يديرها في نهارها يعني غيوجد هاد الكيكه في الصباح، المهم يخليها ترتاح واحد 4 سوايع حتى ل6 عاد باش يوجد الكريمه. صافي. هنا حيت بغيت نمونطي هنايا الكيكه غادي نقلبها، ما غاديش ندير لها الكريمه على الوجه ديالها، حيت فاش كنقلبوها يعني التحت ديال الكيكه كيكون مقاد، كيكون الوجه ديالها مسطح. صافي. هنا كنحاول هكا نقادها حيت انا لصقات لي شي شويه، واخا دهنتها لصقات ليا. صافي. غادي نديرها في داك المولنيت اللي كيتسد باش كتعاوني باش الكريمه ما كتسيحش من الجناب. بالنسبه للكريمه عندي تما 2 معالق ديال السكر، 2 معالق تقريبا وربع ديال الكريم باتيسير، وواحد ساشي ديال الفلون ديال البنان. يعني بالنسبه للفلون غديروا اي نكهه كتعجبكم، حتى الكراميل كيجي زوين. ولكن انا بالنسبه لي حيت عندي ديال البنان درت ديال البنان حتى هو كيجي زوين. صافي. غادي ندير هنا الحليب، نص لتر ديال الحليب، وغادي نخلط هنايا هادشي مزيان باش ما يبقاوش دوك التكتلات، وغنديرها حتى تعقد ليا عاد باش نخويها على ديك الطبقه ديال الكيك. هنايا ملي درتها على البوطه زدت عليها واحد ساشي ديال الفاني باش كتنسم وكتجي فيها نسمه زوينه، وكنستمر في الخلط باش ما تلصقش ليا من التحت وما تحرقش. راه دغيا كتعقد، ما كتاخذش الوقت بزاف. صافي. انا راه بدات كتعقد، ما كنخليهاش تعقد بزاف حيت راه فوا كتخليوها كتولي عاقده. صافي. هنا غادي نخويها من فوق ديك الطبقه ديال الكيك. بالنسبه للكيك راه ما سقيتوش حيت كيجي رطب بزاف، يعني كيجي بحال الا مسقي. غادي نخليها على جنب بين ما بردات ليا ديك الكريمه مزيان. غندوز هنا بالنسبه للطبقه الثالثه. غندير هنايا 2 كيسان ديال عصير الليمون. الاحسن كنعصروا الليمون طبيعي كيجي زوين، ولا كنحلو كيكون احسن. صافي. باش ما كنكثروش مع السكر. صافي. هنا غادي نصفيه ضروري باش كيتحيدوا دوك الشوائب اللي كيكونوا في الليمون. غادي نصفيه باش غنديرو في واحد الكاسرول، وغندير عليه تقريبا 2 معالق ديال سنيده. المهم سنيده كتبقى على حسب الذوق. وغنزيد عليه واحد الفلون ديال فلون عادي داك الزرق، راه معروف ديال الشينوا كيف كنقولوا ليه. صافي. هنا بالنسبه للكاس الثاني حتى هو غادي نصفيه، وغادي نخلي هاد الليمون مع الفلون ومع سنيده حتى كطلعوا الغليه، يعني غير كيغلى صافي. كنطفي عليه. هاد الفلون هذا كيف ما هو باين في الصوره
راه معروف هاد الفلون الزرق هو اللي كيجي زوين هكا في هاد التحليات هكايا. هنا قطعت شويه ديال البنان شويه ديال الفريز، يعني اي فاكهه عندكم ديروها، وغنعصر عليه شويه ديال الحامض باش ما يكحلش البنان صافي. وغادي نستفها هنايا فوق ديك الطبقه ديال الكريم باتيسير. هنا في هاد اللحظه راه درت داك الخليط ديال الليمون والفلون، خليته كيغلى شي شويه، يعني غير كطلعوا ديك الغليه كنطفي عليه على ما نسالي هاد نقاد داك الفريز والبنان. وغادي ناخذ داك الليمون، هنا راه كيكون مازال سخون شويه، وكنحاول هكايا نوزعو على طبقه كامله باش تجي ديك الفواكه كلها عامره. يعني من الاحسن تكون شويه نكتروا شويه الليمون باش كيجي هكا كيف ما كيبان في الفيديو، كيجي غارق ديك الفاكهه وديك الكيكه كتجي غارقه في داك الليمون. وكنعاود هكا بحال بانت لي شي حاجه ما وصلهاش داك الليمون، كنحاول هكا نقادها بمعلقه. وهذا هو الشكل ديالها البنات كيفاش كتجي. كنخليوها تبرد على خاطرها، راه كتجي زوينه بزاف ومنعشه بزاف كيف ما قلت لكم تصلاح كتحليه في رمضان، زوينه بزاف. صافي انا غادي نقطع معكم البنات واحد الطريف كيفاش كتجي. بالنسبه لديك لا جينوماز كتجي غزاله ورطيطبه. ولا عجبكم البنات الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك، اشتركوا في القناه الا كنتي اختي ما مشتركاش، كنقول لك اشتركي فضلا وليس امرا. خليتكم على خير ورمضان مبارك سعيد.